ازيكم يا جماعه؟ بنعيش احنا اخر ايام فترات سوق الانتقالات الشتويه مع الاهلي والزمالك والميركاتو الناري اللي كله كلام وصفقاته قليله ده، وبيان اتحاد الكوره ضد مرتضى منصور، وبيان لجنه الاعلام او اللجنه العليا للاعلام ضد مرتضى منصور برضو. ده عرفنا ان اللي بيعمله مرتضى منصور اليومين اللي فاتوا هيترد عليه عاجلا ام اجلا. كل ده هنتكلم فيه النهارده. اعمل لايك عشان فعلا بيساعد، واشترك معانا في القناه لان ده برضو مهم جدا جدا. ويلا بينا نتكلم في كل اللي معانا النهارده. اول حاجه هنتكلم عنها بطبيعه الحال وهي سوق الانتقالات، وهنتكلم عن سوق انتقالات نادي الزمالك لان سوق انتقالات نادي الزمالك هو اللي فيه كلام كتير. انتاجه قليل بس كلامه كتير قوي. هنبص على اول حاجه، احنا عندنا امام عاشور. امام عاشور لاعب نادي الزمالك، لاعب نمره 8، اللاعب المهم جدا 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 في تشكيل نادي الزمالك. جاي له عرض من نادي ميتلاند الدنماركي اللي كان بيلعب فيه محمد زيدان قبل كده. النادي عرض على الزمالك 20 مليون كورونا دنماركي، ما يعادل يعني تقريبا 3 مليون دولار او 2 مليون 950 في الحته دي. نادي الزمالك بيفكر جدا ان هو وافق على العرض، وامام عاشور كمان موافق على فكره الاحتراف وعايز يحترف، لكن نادي الزمالك مثبت في اللعيب سن عشان ما يزعلش الجمهور. برده يوم ماتش فيوتشر اداله مهله ان هو يفكر تاني يوم الصبح، وتاني يوم اداله مهله لتالت يوم، وتقريبا مش هينفع النهارده يديله مهله لان النهارده اخر يوم. فامام عاشور هتقول لي يا عمرو طب انت الانتقال ده انت شايفه ازاي؟ انا اقول لك انا شايفه كارثي طبعا، لان الزمالك ما عندوش لعيبه نمره 8. يعني امام عاشور لو مشي والزمالك فشل في التعاقد مع اللعيبه اللي المفروض ان هو عايز يتعاقد معاها، وده بنسبه كبيره اللي هيحصل لان الزمالك بقى موضوع سيء قوي يا جماعه في موضوع التعاقدات ده. الاجواء جوه النادي بقت صعبه. المهم نرجع لكلامنا. فامام عاشور لو مشي انت بتتكلم انك ما عندكش لعيبه نمره 8، عندك 3 لعيبه نص ملعب اللي بيلعبوا بشكل اساسي، وهم هيبقوا دونجا بيلعب 6، وعندك رؤى بيلعب 6، وعندك عمرو السيسي اساسا مركزه 6، واللعيب الوحيد اللي هيبقى بيلعب نمره 8 حقيقي هو سيف فاروق جعفر. تاثير صفقه امام عاشور هقول لك عليها بقى بعد ما اقول لك على الصفقات اللي الزمالك بيحاول يخلصها. عندك عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز اللي الزمالك بيحاول يتعاقد معاه تقريبا بقاله 12 سنه. بيراميدز وعبد الله السعيد، عبد الله موافق، الزمالك عايز اللاعب، بيراميدز مش عايزه تطلع اللاعب خالص، عايزه مثلا يعني اول شرط حطوه ان هم يحطوا مليون دولار عشان اللاعب يروح الزمالك، بالزمالك يدي بيراميدز مليون دولار. وانا بشوف ان على السن ده مش ده تعجيزي من الاخر، ما ينفعش تشوف واشوف، هو الموضوع بالنسبه لهم لا. فالزمالك عرض النهارده عرض ان هو يحط 15 مليون جنيه زائد 2 لعيبه اعاره، وهو مدي البيراميدز لعيبه يختار منهم. ده اخر عرض الزمالك هيبعته. بيراميدز وافق ما وافقش، الموضوع انتهى. لان النهارده احنا بنتكلم في اخر يوم، والزمالك داخل كمان في صفقه لاعب بالحاج، لاعب اسوان، ودي تقريبا الصفقه اللي خلصت في الاخر. يعني الصفقه اللي الزمالك دفع النهارده 4 مليون جنيه مقدم تعاقد عشان اللعيب يوصل نادي الزمالك. بالحاج لاعب كويس، وزي ما شفنا مدرب اسوان اتكلم ان هو محتاج اللعيب ده معاه، وان هو لو مشي هيبقى فيه مشكله في فريق اسوان. وفي لاعب كمان من نادي غزل المحله نادي الزمالك داخل عايز يخلص فيه في اخر الايام برده تعويضا لامام عاشور، لكن نادي بيراميدز داخل معاه على نفس الخط تحسبا لانتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك. ومن ناحيه المهاجم كان في كلام كده جاي من المغرب على لعيب اسمه رضا سليم بيلعب في نادي الجيش الملكي المغربي. رضا سليم هو بيلعب مهاجم وبيلعب جناح. القيمه التسويقيه بتاعت اللاعب 600,000 دولار. هل يا ترى الزمالك هيخلص فيه ولا لا؟ زي ما قلنا ان الكلام كله المفروض ان هو يطلع في خلال بالليل او بكره، لكن نادي الجيش الملكي طلع يتكلم ان ما جالناش اي عرض رسمي من نادي الزمالك، واللاعب ده احنا عايزينه لان احنا بننافس في الدوري وبننافس في افريقيا، وجالنا كذا عرض من اوروبا برده، لكن اللاعب مفيش استغنى عنه خالص. ده كل ما يخص ميركاتو نادي الزمالك. لو هنتكلم يا جماعه بقى عن اثار الميركاتو ده على نادي الزمالك، الزمالك فقط في اول الميركاتو زكريا الوردي لعدم التاقلم ولعدم الراحه النفسيه، واللعيب فضل ان هو يرجع المغرب تاني. فلو هنبص على سكواد نادي الزمالك بقى من ناحيه اللعيبه والعمق السكواد والبطولات اللي الزمالك عايز ينافس فيها، هنلاقي ان ده لا يتناسب مع ده تماما، والموضوع غير مبشر على الاطلاق. الزمالك داخل بعوار في السكواد، عنده مشاكل كبيره جدا في نص الملعب. لو بصيت على كل انواع اللعيبه اللي بتلعب عندك في نص الملعب، هم يا وينجات يا دفندرات، مفيش 8 بوكس تو بوكس. انا مش عايز اتكلم فنيا، بس الزمالك عنده مشكله في حته قلب الملعب بجد. اللعيب اللي بياخد الكوره وبيخش غير امام عاشور، ولما امام بياخد الطرف بتفضى خالص بقى، بيبقى قلب الملعب بتاع الزمالك فاضي تماما. الافضل للزمالك ان امام عاشور يكمل، لكن من الافضل الاول ان القرار ده يبقى متاخد من بدايه خالص. زي ما نادي الجيش الملكي المغربي مقرر ان هو مش هيبيع اللاعب سواء جت عرض او ما جاش عرض، انت كان المفروض برضو كاداره نادي الزمالك تحدد موقفك من الموضوع ده كله، ما تبقاش سايبها للظروف. محتاج دولارات ده حوار، مش محتاج دولارات ده حوار تاني. والكلام يا جماعه من 6 شهور ان الزمالك في خزنته نص مليار جنيه، الفلوس دي راحت فين؟ فلوسك شغلتها وخسرت معايا بصراحه كده، فلوسك طاروا. وهنفضل لسه جوه 100 عقبه، والكلام بيتكلم عن جوزفالدو فيريرا ان هو هيرجع تاني لنادي الزمالك، والكلام ده طبعا كله في شنك، ما تحطوش في دماغك، لان هم اللي بيعملوه دلوقتي اداره نادي الزمالك انها بتضغط على فيريرا. هم في الاول قال لك احنا هنعينه مستشار فني. طب انت ليه مشيت فيريرا وليه عايز تعينه مستشار فني؟ وليه الكلام دلوقتي انك عايز ترجعه مدير فني تاني؟ القضيه كلها بسبب الفلوس. كنت تقريبا مش قادر تدفع له الشرط الجزائي بتاعه اللي هو داخل له في ال 800,000 دولار، يعني تقريبا 23 مليون جنيه، انت مش عارف تدفعهم. فانت قلت ان انت بدل ما تقيله بقى، لا انا هغير البوزيشن بتاعك وتبقى
مسؤول فني او مدير فني او مستشار فني ايا كان يعني، هو رفض تماما. وزي تلاقي الاداره دلوقتي بتكلمه بقى انك تعالى بقى ارجع مدير فني تاني، وكل ده ولا الهوا. الزمالك بيعمل كده ضغطا عليه عشان يتنازل بقى عن نص مستحقاته، يتنازل عن الربع وياخد الباقي، يقسطهم اي حاجه. لكن عوده فيريرا الموضوع صعب جدا، الا اذا كان الموضوع فعلا موضوع فلوس واداره النادي معهاش جنيه لدرجه انها ترجع المدير الفني بسبب ان مفيش فلوس. نخش بقى على اتحاد الكوره والبيان اللي طلعه اتحاد الكوره والبيان اللي طلعه اللجنه العليا للاعلام او ايا كان بقى بتاعه الاعلام اللي طلعت دي. البيان اللي طلعه اتحاد الكوره بيتكلم في 3 نقط مهمين او 3 نقط رئيسيين. اول نقطه هي وقف التعامل تماما مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وقفوا التعامل معاه لشخصه. هم هيتعاملوا مع اداره نادي الزمالك لكن مش هيتعاملوا مع رئيس النادي. ليه مش هيتعاملوا مع رئيس النادي؟ لان اتحاد الكوره شايف ان مرتضى منصور هو السبب في استقاله لجنه الانضباط، وهو السبب في استقاله كلاتنبرج الخبير التحكيمي. ومن الناحيه الثانيه بتطلع اللجنه العليا للاعلام بتهدد مرتضى منصور ان هو احتمال يتوقف من الظهور على اي حاجه تخص المحتوى الاعلامي سواء كان مرئي او مسموع او حتى مقروء. الكلام ده داير ليه؟ بص يا معلم، مرتضى منصور طايح في الكل بصراحه. يعني قناه نادي الزمالك حاليا بقت هي قناه يعني انا مش عارف بسطه يعني او عتبه. انت بتقعد بتلاقي ناس بتتكلم على ناس ما بتتكلمش في حاجه مصلحه، ما بتتكلمش في حاجه مفيده، ما بتتكلمش في نوادي، لا دي ناس قاعده بتصفي في حسابات، سواء بقى كانت حسابات صح او حسابات غلط. المهم ان الموضوع بقى عباره عن شيء مقزز كبير كده. يعني قناه نادي الزمالك للاسف، وهي قناه النادي اللي انا بشجعه، هي اسوأ قناه نادي اتعملت في تاريخ الكوره. حقيقي قناه نادي الزمالك عباره عن بيطلع عليها مهرجين، شويه ناس للاسف معاهم الحق ان هم يستخدموا كلمه نادي الزمالك ويحطوه في الحتت دي. هل ده مستوى الحديث، مستوى الكلام جوه الاداره، جوه لما بقى بنشوف ان الكلام ده قدام التلفزيون؟ طيب انتوا بقى انتوا قاعدين مع بعض تعاملوا مع بعض كده برضو يعني، وانتوا قاعدين بقى لو في حد ما وافقش على قرار في مجلس الاداره هل ده بيبقى اسلوب التعامل؟ طب انتوا موافقين ازاي؟ ما في الاول وفي الاخر انت بني ادم، والمفروض ان العمل ده عمل تطوعي. ففي علامه استفهام كبيره قوي 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 على اللي بيحصل جوه نادي الزمالك. وانا بشوف ان اللي بيحصل جوه نادي الزمالك ده عباره عن مهزله، ما تزوقش الكلمه لان هي كارثه. وده زي ما تقول يا جماعه ايه، برواز للوضع الكروي المصري. لو انت عايز تبص على الوضع الكروي المصري بالراحه كده وملخص، بص على اللي بيحصل مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وايه اللي بيعمله. مستوى الفكر انا مش عارف بصراحه، مستوى الحديث ومستوى الاداره ومستوى اللغه ومستوى اداره الازمه ومستوى الافكار نفسه يبين لك ان اداره نادي الزمالك بتتعامل ازاي يا جماعه. لان دي راس المنظومه، راس المنظومه بتفكر كده، فالمنظومه مهما جت يمين او شمال مش هتفكر بره الاطار ده. وبالنسبه لتاني جزء من بيان اتحاد الكوره هو رفض استقاله لجنه الانضباط وحودتها لممارسه عملها. ايه اللي حصل اصلا لمشكله لجنه الانضباط دي يا جماعه؟ الفكره كلها ان مرتضى منصور برضو طلع شتم لجنه الانضباط كلهم، يعني كل العناصر اللي فيهم، بسبب ان العقوبه المفروض تتوقع على كهرباء. ايه بقى حوار العقوبه المفروض تتوقع على كهرباء ده؟ بص يا سيدي، نادي الزمالك في دوري الناشئين السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها لما كان امام عاشور واحمد عيد لسه بيلعبوا في الدوري ده، او تقريبا كانوا بيلعبوا مع الزمالك ونزلوا يلعبوا الدوري ده، حصل ان هم احتفلوا جوه اوضه اللبس وتصور لهم فيديو كده متصور من جوه اوضه اللبس، اتغرموا بسببه 12 ماتش وتوقفوا 12 ماتش. حصل بعدها بسنه احتفاليه نادي الزمالك بالدوري اللي حصل ساعتها مشكله بين شيكابالا وكذا حد من نادي الزمالك وكابتن احمد مجاهد، اتوقف فيها شيكابالا 8 ماتشات وكان المفروض يتوقف 6 شهور وحوارات كتير كده والكلام، واحنا كلنا كنا عارفين ايه الوقائع. نفس الواقع تقريبا من حيث الحدث ومن حيث شكل العقوبه مع كهرباء، لكن ده ما حصلش. وبالتالي طلع رد فعل نادي الزمالك زي ما انت شايف، رد الفعل اللي دايما بيضيع لك حقك وما بتاخدش من وراه حق ولا باطل. ورجعت لجنه الانضباط تاني وكهرباء ما توقفش، وانت لعيبتك اتوقفت عادي، انت بتزعق بس، انت مجرد ما بتعمله انك بتزعق. وفي نفس البيان اتحاد الكوره طلع ان هو بيدور على خبير تحكيمي اجنبي بديل لكلاتنبرج، وبيدوروا على السيفيهات وبيمسكوا كذا سي في عشان يبصوا دلوقتي. كلاتنبرج برضو مشي بسبب ان مرتضى منصور طلع اتكلم عنه وطلع شتم فيه وقل منه جامد يعني، واتكلم بقى عليه في قواضي مش عايزين نتكلم فيها وحته مالهاش دعوه بالكوره خالص. فاحنا بناخد الكوره في حته يا جماعه قميئه مزريه، بدليل ان امبارح اتشتم ابراهيم فايق الاعلام المعروف، اتشتم. يعني انا بشوف ان ابراهيم فايق من الناس اللي عندها ضمير في شغلها، راجل بيتقي الله في شغله، بيتقي في الله في الكلمه اللي بيقولها، وبيحاول على قد ما يقدر مع المحاولون جميعا ان هو ينهض بحال الكوره بتاعتنا سنه. لكن للاسف الكوره بتاعتنا زي ما طلع يتكلم ميدو عمال يتكلم من امبارح ان الكوره بتاعتنا بيدورها شويه عصابات يا جماعه، الكوره بتاعتنا بيدورها ناس ليها مصالح، الكوره بتاعتنا بيدورها شويه ناس عايزه تعمل فلوس بس. هتيجي تتكلم معايا تقول لي لا احنا الكوره بتاعتنا كده، هقول لك انزل بص في الشوارع، بص على مستوى اللعيبه. مش دي اللعيبه اللي بتمثل منتخب مصر، مش دي اللعيبه اللي بتمثل كل اللعيبه اللي في الشوارع، مش دي اللعيبه اللي بتمثل حب الناس للكوره، مش دي المنظومه الرياضيه اللي تمثل عمق الكوره دي في مصر، مش ده الدوري اللي بيطلع لنا افضل لعيبه كوره مصريه موجوده في مصر. لا للاسف يا جماعه الناس دي ما تلعبش الا من رحم ربي يعني. وانا كده خلصت كلامي النهارده عن كل اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول في تشات كوره بلدي. ما تنساش زي ما قلت لك انك تشترك معانا وانك تعمل لايك عشان فعلا فعلا بيساعد. واستنى حلقه كوره بلدي باذن الله هتنزل، انا مش عارف هتنزل الجمعه بقى ولا هتنزل امتى، المهم انها هتنزل. كان معاكم عمرو شلبي وده كان كل كلامي، السلام عليكم. BBC وكل الجرايد الانجليزي عماله تتكلم، اتفضحنا.